يعني أنا أسألك سؤال عزيزي الشنافي، أنت من وين بالعراق؟ أنا أعرف أنت من وين، لكن اكتب لي الأخوان، أنت من وين؟ أنت من وين من جنوب العراق؟ اكتب لهم. أنت من وين من جنوب العراق؟ لا لا، أريد هو يكتب لي. لا لا، مو ترد على رموزنا، لا لا، أنت إذا تتجرأ على رموزنا يعني ردة الفعل الطبيعي مسح بيك الأرض يعني. بكل بساطة طبعا. واضح أستاذ؟ ها أستاذ، من وين أنت؟ من جنوب العراق؟ من وين من جنوب العراق عزيزي أنت؟ من وين من جنوب العراق؟ لا لا، هذا مو أخلاق أتباع علومية، لا لا، يعني أنت لما تاخذ الميكروفون وتقل أدبك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتقول عمر حاف، يعني هاي أنا أقدر أقول هاي أخلاق علمائك وأخلاق ربعك. واضح عزيزي؟ يعني أنتم عندكم يجب سب المخالف وشتمه والطعن فيه وفي عرضه، وهذا ما أفتى لك به أبو القاسم الخوئي أبو عيون الزرق أو الخضر. تعرف أبو القاسم الخوئي مو؟ زين عزيزي، فيعني انتوا عندكم قلة الأدب. يعني الشخص الوحيد بالعالم، يعني تشوف الهندوسي، تشوف البوذي، تشوف النصراني، كلهم يتقربون إلى من يعبدونهم، يتقربون إليهم بمحاسن الأخلاق، إلا الرافضي إذا ما يسب ويقل أدبه ويسب أبوه وأمه ويطلع لنا أخلاق الأهل، ما يرتاح وما يتقرب إلى شيطانه الذي يعبده. واضح عزيزي؟ فأرجوك يعني لا تخلي الحوار يتأزم. أنا أخذ يعني أخذت الميكروفون حتى أحاورك بكل لطف، فلا تستفزني رجاء. السؤال يطرح نفسه عزيزي، السؤال يطرح نفسه. يعني أنت قبل ما تفكر بالبحرين ليش ما تحاول تظاهر على مناف الناجي؟ سؤال، هذا السؤال مهم لو مو مهم؟ بارك الله بكم. هذا السؤال مو مهم؟ يعني أنت قبل ما مسوي روحك كوفي عنان وكل شوية وأحذر من التدخل في الشأن البحريني، أنت شو لك علاقة بالبحرين؟ أنت شو لك علاقة بالبحرين؟ أنا عن نفسي السني، أنا البحرين اشتريناها، احنا السنة اشترينا البحرين بدماء الصحابة. انت شو لك علاقة؟ هذول الصحابة الذين فتحوا البحرين انت تسبهم وتشتمهم وتلعنهم. لا لا لا، مو اخوان السعودية، مو قضية اخوان، مو البحرين اخوان السعودية، لا. ما دام اهل السنة موجودين بالبحرين اخواننا كلنا. ما نريد احنا عبارات انه تدل على انه يعني ضيق نظر موجود بالموضوع، لا. السني إذا صاح بأي مكان بالعالم واستغاث بالله عز وجل فإحنا كلنا نقول له عد عيناك. طيب، هذه بحريننا هذه، والبلاد الحرمين بلادنا هذه، والكويت كويتنا، وقطر قطرنا، والإمارات إماراتنا، وعمان عماننا، والعراق عراقنا، ومصر مصرنا، وأندونيسيا، وكذلك ماليزيا، وكذلك الهند. معي بارك الله فيكم. لكن أنا أسأل سؤال، هذا اللي اسمه الشنافي، يعني أقر غيرتي وجودي آست إذا كانت لديك غيرة. فإذا بدل ما تسوي روحك متفاعل مع القضية البحرينية، روح تظاهر على مناف الناجي. واضح؟ مو صحيح مولانا أبو مشاري؟ يعني أنا ما أريد أطول بإدارتك، الله يحفظك، ليس مثلي من يتقدم في وجود إدارتك، لكن هذا يعني أنا أريد منك مولانا أبو مشاري بالضبط هذا النداء، يسلم عليكم غريب العمارة. مناف الناجي أستاذ الشنافي طبعا أنت تعرفه 100%، يعني إذا مو معرفة شخصية فلربما يعني أنت سمعته أو رأيته أو شاهدته. مناف الناجي أغا الشنافي يعني صور تقريبا 60 فيلم. زين، بعد ما صور 60 فيلم ما كفى هذا الأمر، احتفظ بهم عنده بالميموري كارد. تخيل، يعني ما احتفظ على البلت ان ميموري، لا بالميموري كارد، حتى إذا يقدر الميموري كارد يوزع على جماعته. زين عزيزي، بقدرة قادر هذا الميموري كارد وقع عند التيار الصدري. اكتشفوا انه توجد افلام جوا استاذ، وهذه الافلام شريرة، يعني تحمل افكار شريرة جدا. فانا اقول انت لو تلبس عقال على راسك، يعني لو انت تحط عقال على راسك، المفروض تذبون عقلكم لو بيكم خير وبيكم شرف وبيكم مروءة، تذبون عقلكم وتدوسون عليها بالاحذية. أنا هذا اقتراحي. عقالك هذا الحاطه أنت فوق راسك تحطه بالقاع وتدوس عليه بالحذاء. ليش؟ لأنه هذا العقال ما يستاهل ينحط فوق رأس، وهذا الرأس يرضى بأن مناف الناجي يصول ويجول على بيوتكم وعلى أعراضكم. واضح عزيزي؟
واضح حبيبي الشنافي؟ يعني بكل لطف أنا أوصل لك فكرتي. فأنت عوفك من عمر رضي الله عنه وأرضاه، عوفك من الصحابة، أنت حل مشكلتك هسه ما المناف الناجي، حل مشكلتك. طعنتوا بأعراض الصحابة، رب العالمين طلعها ببيوتكم. طعنتوا بدين الصحابة، وإذا كل قلب رافضي عبارة عن بئر مليء بالنفاق. طعنتوا بأعراض أمهات المؤمنين، طلعت بأعراضكم. بعد شبقة، ما تقول لي شبقة؟ بل ومن الله عز وجل علينا أهل السنة أن ابتلاكم بمرض عضال. تعرف شنو؟ تنزع النعال أنت وتضرب على راسك، وأنا كوش دلال. يعني أنا واحد يقول لي يا أخي، يعني يا أخي الحرب ضد الرافضة والرافضة كذا، أقول له يا أخي رب العالمين ابتلاهم ابتلاء، يعني جاهز مجهز، بس تفرج أنت، ما مطلوب من عندك شيء، بس تفرج. يعني شخص يلعب بعورته على سبيل المزاح، يدوسون على رقبته، يركض وراء الجنود البريطانيين يقبلهم من أفواههم في البصرة والعمارة، يقبل الجندي البريطاني من فمه، بعدين يقول لي أصعد على ظهري حمال باكي أدور بيك. وفوق هذا كله أنت لما تحس بغضب تقول يا أخي لولا خونة، مباشرة يجيك الرد، ينزع الشيع النعال يضرب على راسه بالنعال. فأنت بعد شو تريد؟ يعني بلت إن 2 في 1، برتبلاس، موجود الداء وموجود الدواء، بس تفرج أنت واستمتع. تحياتي لك عزيزي الشنافي. لكم لاقة مولانا أبو مشاري. أنا آسف جدا طولت عليك حفظك الله، لكن أنا فقط أدعو الضيوف الإمامية الاثنى عشرية خلي يتظاهرون على مناف الناجي قبل ما يسوون روحهم متفاعلين مع موضوع إخواننا في مصر أو موضوع إخواننا في تونس، أو يسوي روحه أنه حذركم من التدخل في شأن البحرين. زين، ولا أزيد. جزاكم الله خير مولانا أبو مشاري. تحياتي لك عزيزي. أنا أتمنى أنه ما انجرحت مشاعرك أستاذ الشنافي، يعني no hard feelings رجاء، no hard feelings. يعني أتمنى منه ما تأخذ القضية بمحمل شخصي، إحنا بس قاعد نتبادل الأفكار بشكل ودي. لكم لاقة مولانا أبو مشاري.